استكمالا للكلام عن الامتياز. احنا قلنا أول شهر لازم تشوف فيه الجو بتاع العمل في مصر عامل ازاي. بتنزل زي ما احنا قلنا 4 أسابيع، كل أسبوع طوارئ في الباطنة والأطفال والنساء والجراحة، أسبوع متكامل ورا بعضه عشان تشوف الحالات الأكثر شيوعا، تشوف النواب في كل اسم بيحصل لهم ايه أو الريت عامل ازاي والكلام ده كله. طيب خلص ده، ندخل الشهر التاني بقى. مفروض ان انت تكرر فيه آه يعني تشوف البصويز خارج مصر، تشوف اليوسملي كاملة، وده موجود عنها في يوزمل اي تي بي اللي هي المؤسسة اللي احنا عملناها في على اليوتيوب. مؤتمر كامل حوالي 5 ساعات فيهم كل الكلام بالتفصيل ازاي تبدأ في الطريق ده. طيب كمان البلاب طريق انجلترا، لو انت عندك رغبة ان انت تسافر جي بي الطريق زي دول الخليج، ممكن الكلام ده يحصل ازاي؟ لازم في خلال الشهر ده تعمل مثلا تقسم الباسويز اللي انت عايز تمشي فيها. تاخد كل باسوي تقعد اسبوع كل يوم بتتفرج على الفيديوهات على اليوتيوب، بتكلم ناس اوريدي في الباسوي ده، ناس في امريكا، ناس في انجلترا، ناس في الخليج، ناس في المالديف، وهكذا، بحيث ان انت تجمع اكبر قدر معلومات بنفسك وتقيم كل الحاجات دي. ما تاخدش حاجة عمياني، بمعنى ما ينفعش ان انت تقرر انا خلاص هذاكر اسم ليه. طب انت تعرف ايه عن اسم ليه؟ ما تعرفش حاجة، انت اشتريت الكتب الفريست ايد وبتذاكر. لا، لازم تكون عارف ابعاد الطريق عشان ما تضيعش السنة على الفاضي. بكل بساطة لو الطريق ده مش مناسب معايا وانا مش هقدر اكمل فيه، يبقى انا اشوف حاجة اكتر ايه تناسبا مع ظروفي وايه ووضعي. طيب يبقى انا لازم ايه اشوف كل الايه المتاح قدامي عشان اقدر اقرر. طيب بعد كده ابدا بقى من بعد الشهرين. خدت الشهر اللي هو الكلينيكال، الشهر التاني معظمه بشوف الطرق. خلصت الشهرين دول بقعد مع نفسي واقرر بقى ايه الانسب بالنسبه لي. موضوع الماديات اخباره ايه؟ هل انا عندي الطاقه والمقدره ان انا اذاكر بشكل كبير وبشكل متصل ولا لا؟ عندي نفس للكلام ده ولا لا؟ هل انا في دعم مادي ولا انا يعني هبقى متكفل بنفسي 100%؟ الكلام ده كله لازم اقرره واشوف الانسب بالنسبه لي. وعايز اقول حاجه اخيره، ما تقارنش نفسك باي حد. لا اللي دخل خلص نيابه الجامعه في 3 سنين وبقى اخصائي او مدرس مساعد اسعد واحد في الدنيا واشطر واحد في الدنيا، ولا اللي سافر، ولا في مقياس لاي حاجه مين الانجح ومين الايه غيره. كل واحد المناسب معاه غير المناسب مع غيرك، فانت لازم تشوف الانسب ليك بكل بساطه. احنا هنحاول في الفيديوهات اللي جايه نشوف او نوضح يعني تفاصيل عن كل حاجه من الحاجات دي، ولو حد عنده اي سؤال خاص يبعته وان شاء الله نجاوب عليه. توفيق يا دكاتره.